السلام عليكم. 24 ساعة تفصلون عن المباراة المنتخب المغربي والمنتخب الكاميروني في كان 2025 بالمغرب. أنا أظن أنه المنتخب المغربي راح تكون آخر مباراة له في هذه الدورة، سينهزم وبنتيجة عريضة أمام منتخب كاميروني. المنتخب الكاميروني اللي يعتبر منتخب قوي. المنتخب المغربي لم يخض أي اختبار حقيقي سواء في دوري المجموعات سواء في الدوري 16. أول اختبار حقيقي حطت القرعة أمام منتخب كاميروني. نظن أنا 99.99 يبقى واحد الغيب أنه مش مغامرة المنتخب المغربي ستنتهي غدا إن شاء الله. وأنا أتمنى ذلك، أتمنى بنتيجة عريضة إن شاء الله، برباعية أو بثلاثية إن شاء الله. وهذه يعني ثلاثية ما تكلمش عليها، يعني مام كنت دير مقارنة صغيرة بين المنتخب المغربي والمنتخب الكاميروني. المنتخب الكاميروني أقوى بكثير من المنتخب المغربي. المنتخب المغربي يعتبر منتخب هش. فيما يخص المنتخب الجزائري، مباراة المنتخب الجزائري يوم السبت أمام المنتخب النيجيري. نظن مباراة المنتخب الجزائري ما عندوش ضغوطات ومش راح يكون عليه الضغط. ومنتخب نيجيري عنده راه في أزمة مع الاتحادية تاعو. إن شاء الله المنتخب الجزائري يعني يستغل العوامل ولا الظروف اللي يمر بها المنتخب النيجيري يفوز عليه، وعندنا المقومات والمؤهلات باه نكونوا في النصف النهائي إن شاء الله. وكذلك نتمنى تأهل المنتخب المصري إلى النصف النهائي وإلى النهائي. أما فيما يخص المنتخب المغربي، أنا أتمنى إقصاء غدا إن شاء الله. لأنه أنصار المنتخب المغربي في المباراة الماضية في المباراة الماضية ناصروا المنتخب كونغو الديمقراطية على حساب المنتخب الجزائري. يعني أعطوا دفعة كبيرة للمنتخب الكونغو الديمقراطية باه يفوزوا على الجزائر، ورشحوهم سواء وسائل الإعلام سواء أنصار. وفي الماضي القريب خضنا مباراة، يعني مباراة فاصلة أمام منتخب كاميروني هزمنا فيها ب2-1. المباراة هذه كانت مباراة فاصلة لكأس العالم، وتأهل يعني المنتخب الكاميروني يعني فاز علينا رياضيا، فازوا علينا 2-1. وكانت شماتة كبيرة من أنصار المنتخب المغربي وخاصة المغاربة على الجزائريين، شماتة كبيرة. وبقاو يحكيو بالخسارة هذيك ويتغنوا بالخسارة هذيك حتى قبل الكان. هاي 24 ساعة تفصلكم عن المنتخب الكاميروني. أتمنى أن يذلكم المنتخب الكاميروني غدا إن شاء الله برباعية، وأنا متيقن باللي راح يذلكم المنتخب الكاميروني. ولا تستطيعون الآن تستعملوا الكولسة، لأنكم راح تواجهون صامويل إيطو، فاسد مع فاسد، فوزي القجع مع صامويل إيطو. وتعرفوا باللي عيسى حياته هو اللي كان رئيس الاتحاد الإفريقي لعدة عقود. يعني الكواليس ما تقدروا تربحوهم لا كرويا لا من ناحية الكواليس. بإذن الله إن شاء الله غدوة أنا ما ننصرش المنتخب الكاميروني، ولكن أنتظر فوز المنتخب الكاميروني على المنتخب المغربي. السلام عليكم.